اجيت على دعوة من جنابه، يعني حابب يشوفني، وقدمت له لوحة بمعاناة الأكراد، لوحة كتير مؤثرة، وطلبت يعني مساعدة الأطفال بكردستان، وكتير كتير يعني كان متأثر بمقابلتي، وأكتر واحد طول معي تشي بوداتا وعطانا. وكان دقائق الأخ بيتشغوتا تادوان كيلي كاندا. أنا أخذت 10 دقايق من وقته، وباقي الناس بعتقد أقل من نص دقيقة. يكتر خيره وكتير. هاي وسام منه، وسام من البابا. وشكرا لكم ولقناة رودا، وبتشكركم على الاستضافة. خوازم بهترتو بحثا قوتنين خوا تشتكوا والشبرة قوتي بتشكي هالقوريين قوتنوا توش مرابيشي وبحثا تشكر ويتش قوتا تا تش قوتا وي من قوت من حزكم هاتي يا ليرة بعربي بش يعني. كتير انبسطت لأني جيت لإقليم كردستان، أول شيء للعراق، وبالأخص لإقليم كردستان، يعني بس كلمة السلام وبقلوب الناس وجمع الأديان ومساعدة الناس يعني، ومحبة الناس لبعضها. ويش ترى بحثا هوليرك روكو باجاري أشتي مدينة السلام يانتا قوت يدا؟ كتير كتير مبسوط كان بالترحيب وبالشعب يعني قال لي كتير أنا انبسطت بهالسفرة، وانبسط كتير لأن شافني. تاتش قوت يدا؟ تاتش ليفا قران؟ أنا والله شوي بكيت، يعني تأثير ما بعرف، بكيت شوي هيك. يعني تأثرت فيه كتير، فعلا أب روحاني. لسردا خوازاوي تو هاتبوي ببينه تل تشجهي الفيديو الناف ستاديو ميدادي تلياري جهتا او التشجه كيديد دمك قوتنا خو خلاص كر فهمناك. وين شفت البابا بعد ما هو خلص كلمته والصلاة شفته، ولا ببداية ما وصل لقائك معه كان على طلب منه ولا على طلب منك؟ طلب منه. أنا إجاني إيميل قبل ما يجي على العراق، قالوا لي حابب يشوفك، عندك مانع؟ قلت لهم بهذا شرف كبير إلي. يعني ما توقعت هالشي. كتير انبسطت وهيأت حالي، والحكومة ساعدتني بلقائه، ومشكورة حكومة إقليم كردستان، ومن صاروخ لأصغر شخص بإقليم كردستان يعني كلهم ساعدوني. هو حب يشوفك بناء على قصة آلان والقصة اللي أثرت بالعالم، صح؟ أنت شو وجهت له رسالة؟ شو حكيت له عن معاناة بقية الناس اللي يمكن عاشت لحظات مثل لحظات آلان، بس ما صح لها تنعرف أو ما صح لها حدا يسمع بقصتها مثل آلان؟ أنا وجهت له، قلت له بس إذا عندك مجال، بس بدي أخذك تشوف الأطفال. أنا عندي يعني بشتغل بمجال الأطفال، مؤسسة خيرية للأطفال، بساعد الأطفال. قلت له بتمنى إنه بس تخصص نص ساعة من وقتك تشوف وضع الأطفال، كتير مأساوي. بكي. هو بكي؟ ايه والله، يعني أنا وياه بكينا، ما قدرنا، يعني كتير حنون، وأنا قلبي كمان هيك يعني. أنت توقعت أنه البابا فرانسيس بس يجي على إقليم كردستان أو على العراق يطلب يشوفك؟ بأي تاريخ طلب منك أنه يشوفك؟ طلبوك؟ قالوا لي بس بتاريخ 7/3، بس يخلص من يروح على الموصل ويخلص يعني بس يجي على أربيل ويخلص. حابب يشوفني انفرادي، يعني
كتير يعني حابب يقعد معي ويشوفني. انت اخذت فرصه اليوم اكثر ما انسان مسيحي اليوم ياخذها. فعلا. شو يعني شو شعورك؟ شعور يعني ما بينوصف، فعلا الشعور ما بينوصف. انا كتير ما صدقت، ويعني كتير بشكره على هالشي هذا. حبيت استفسر منك اللحظة اللي بكي فيها البابا، بأي لحظة بكي؟ شو قلت له لحتى بكي؟ على الأطفال، على الأطفال. شو حكيت له عن الأطفال؟ قلت له أنا كرست يعني بعد فقدان عائلتي وأطفالي، كرست حالي لخدمة الأطفال. بدي منك بس هيك قلت له بدي منك بس نص ساعة من وقتك، روح أنا وياك نشوف حالة الأطفال، برد الأطفال. بس قلت له برد الأطفال نزلت دمعة من عينه. أخذت صورت فيديو معه أو صورة؟ صورة. واللوحة اللي هديته إياها للبابا صورة. شو كانت اللوحة؟ مين رسم لك إياها؟ رسم لي إياها الفنان كارزان. كارزان. ممكن نشوف الصورة تفرجينا؟ الصورة مو موجودة. بالكاميرا هاي؟ موجودة. عفوا. أنا شفتك وأنت جاي، أنا صورت اللوحة اللي معك. هي صورتك أنت وابنك والمدام لما إجيتوا، وقتها رحتوا لتشوفوا هديتوا الصورة. مين رسم الصورة؟ رسم الصورة الفنان كارزان. محمد. ممكن تقلبها هي على الكاميرا؟ على الكاميرا. عفوا. بس كان كتير في ناس. ايه؟ أنا اختصرت بصراحة، أنا اختصرت. كان في كتير ناس يعني في كتير ناس حابة تشوفه. كتير ناس بدها تشوفه. ايه؟ أنا اختصرت لأن كمان زلمة إنسان كبير بالعمر، وهو ما حب ينهي اللقاء. تعرف إنه 10 دقائق كتير يعني؟ أنا توقعت يعطيك 10 دقائق؟ البروتوكول اللي معه يقول لي يلا، يقول له اتركوه خليه يحكي. هن يقولوا يلا وهو مصر انه يسمعك للاخير. يقول له اتركوه خليه يحكي، بدي اسمعه. وما خلوني اتصور. اول شيء طلبت منه لحتى خلوني اتصور. لا كان بيصوروا بس بكاميرتهم. كاميرتهم الخاصة وبيبعثوا لي اياها. ممكن تفرجيني الصور الثانية ولا خلص؟ اخذت صورة للوحة قبل ما تسلموا اياها؟ ايه. بكل الاحوال انا عندي صورة للوحة. انا اول ما جيتك شفت لفتت انتباهي بصراحة. انا وحكيت له على هذا الفنان كارزان. هذا الفنان كارزان كتير انا شخص بحبه وحابب ادعمه، لان فعلا شخص يعني لازم ادعمه والله. بتشكرك.